الفن مش رساله، عبقريه تسويق ولا انتحار ابداعي. عارف ايه اسهل حاجه ممكن يعملها اي كرييتيف دايركتور؟ انه يعمل دوشه. بس الحقيقه سهل جدا انك تستفز الناس، وسهل تطلع جمله غريبه، وسهل جدا تخلي كل الناس تتكلم عنك 24 ساعة. وده هنا اللي بنسميه الباز ماركتنج. ببساطة هو تكنيك بيعتمد على خلق حالة من الجدل حوالين البراند، والهدف منه هو ان الناس هي اللي تبتدي تسوق للرسالة دي عن طريق الورد اوف ماوث او الكلام. لكن هنا السؤال اللي بيفصل ما بين الهاوي والمحترف هو يا ترى الباز ماركتنج ده رايح على فين؟ وايه القيمة اللي هيقدمها للبراند؟ واللي حصل في كامبين عيادة الاسنان اللي كانت بتقول الفن مش رسالة كانت مثال حي لما الكرييتيف دايركتور يغرق في فكرة الاختلاف لمجرد الاختلاف. الحملة هنا بدأت كتيزر كامبين على يافطة عليها جملة صادمة جدا للمجتمع واللي الناس عارفاه، وبتضرب في قيمة كبيرة جدا عند شريحة كبيرة من المجتمع. بس هنا الهدف كان خلق فضول، بس للأسف النتيجة كانت سلبية. لكن الحقيقة ان التوجه الصحيح للباز ماركتنج بيتوجه بثلاث حاجات. اول حاجة الصلة، لازم يكون ريلاتيف جدا للمحتوى او للفاليو اللي انا بقدمها. تاني حاجه هي اداره توقعات، لان التيزر في الاعلان لازم يخلق حاله فضول، مش يعمل نيجاتيف نويز، يعني يخلق فضول مش دوشه سلبيه. تالت حاجه بقى هي الاستراتيجيك تنشن او التوتر المحسوب. انت لازم تستفز فضول المشاهد، ما تستفزش قيمه اللي بيتبناها. والخلاصه هنا ان الكرييتيف دايركتور الشاطر هو اللي بيعرف يفرق ما بين الترند اللحظي وبناء الصوره الذهنيه القويه. وفي نهايه الحلقه عندنا سؤالين مهمين جدا. هل عمرك شفت براند قبل كده عمل باز ماركتنج استفزك ولكن في الاخر قدم قيمه حقيقيه؟ والغلطه هنا كانت غلطه مين؟ هل هي غلطه الكوبي رايتر ولا الكرييتيف دايركتور اللي وافق ان هو يخوض المخاطره دي؟ شاركوني في الكومنتات. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن الماركتنج، ولو عاوز تسمع اكتر عن الماركتنج تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.